السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي الغاليين عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي افضل صحة وفي افضل حال. باذن الله النهاردة هنتكلم عن اخبار وتفاصيل هامة جدا جدا داخل نادي الزمالك ومباراته غدا امام نادي البنك الاهلي. فمنساش تعملونا بلايك ومتابعة، واهم حاجة تصلوا على سيدنا النبي. ويلا بينا كده نبدأ نتكلم في الاخبار ونشوف الاخبار. نتكلم النهاردة عن مباراة البنك الأهلي ونشوف ايه اللي هيحصل في المباراة. يلا بينا يلا بينا. كابتن معتمد جمال ركز بشكل كبير جدا على رفع الحمل البدني للعيبة تحت قيادة المدرب ريبيرو كوستا مدرب الأحمال. والنهاردة الفريق بيدخل في معسكر مغلق في أحد فنادق القاهرة استعدادا لمواجهة البنك الأهلي اللي هتكون مباراة مهمة بإذن الله. وكمان كابتن معتمد جمال حرص على الاجتماع مع اللعيبة ومع عدد من اللعيبة يعني منفرد تماما لتحفيزهم للظهور بشكل أفضل في المباريات اللي جاية. ومنهم بصراحة يعني كان حسام أشرف واللي هيكون له دور كبير بإذن الله في المباريات الجاية مع الفريق، واللي ممكن نشوفه بشكل كبير جدا بكرة بشكل أساسي في المباراة. النهاردة إدارة الزمالك أنهت مفاوضات مع عدد من الرعاة الجدد، منهم يعني الناس كلها قالت إنه منهم حديد عز اللي هيكون الراعي الرئيسي للفريق في الموسم الجديد. كابتن عبد الناصر محمد اجتمع مع أحمد الجفالي وأبلغ اللاعب بالعقوبات المتوقعة عليه بعد تأخيره عن العودة لمعسكر الفريق، واللاعب أكد بشكل كبير جدا تقبله لكافة العقوبات ولكل العقوبات الموقعة عليه. فبإذن الله خير، وإن شاء الله مباراة تكون مباراة سهلة والزمالك يقدر يفوز فيها يعني بخير إن شاء الله، والقادم أفضل وبإذن الله تكون مباراة سهلة. يلا بينا كده نتكلم عن اللقطة اللي هتشوفوها دلوقتي. أكيد طبعا كلنا شفنا كورة أشرف بن شرقي مع مدافع إنبي اللي بصراحة يعني معظم الناس كلها قالت إنها كورة بصراحة لا ترتقي إنها تكون ركلة جزاء. شفناها طبعا كلنا من كل الزوايا، يعني بتأكد ان لاعب انبي يعني دفع بن شرقي، ولكن دفعة بسيطة جدا 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 ولا ترتقي انها تكون ضربة جزاء. كابتن جهاد جريشة اكد انها لا ترتقي ابدا لانها تكون ركلة جزاء بسبب الدفعة البسيطة جدا. دي كرة مثلا ايه، الكباتن كلها بتقول ايه ان دي كرة مثلا ترتقي انها تكون 20% ضربة جزاء. طب دي تتحسب ركلة جزاء؟ اكيد لا. واكيد كلنا شفنا كرة شيكو بانزا في نهاية السوبر، وشفناها طبعا يعني كرة برضو كانت نفس الكرة بالظبط وما اتحسبتش ركلة جزاء لنادي الزمالك. يعني فبصراحة يعني كور لا ترتقي انها تكون ركلة جزاء بسبب يعني الدفعة انها بسيطة، وكل الناس بتقول انها ركلة يعني لا تستحق انها تكون ركلة جزاء. فبصراحة بداية يعني سيئة جدا 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 للتحكيم. هو خطأ بصراحة من برضو غرفة الفار انها مرجعتش الكورة او ما ندمش على الحكم انه يراجع كورة زي دي. احنا لسه في بداية الدوري، ويعني نقطتين همتي رجعوا للأهلي انه كان متأخر في النتيجة، وبضربة الجزاء سجل هدف التعادل وكمان سجل بعدها هدف الفوز. فبصراحة يعني مبروك للنادي الأهلي، ولكن لازم يكون فيه أداء أفضل من التحكيم وأداء أفضل يعني بإذن الله منتظرينه من التحكيم بإذن الله في الأيام القادمة. أكيد طبعا كلنا شفنا بزيرة ونو كامباك على التيك توك، أكيد كلكم سمعتوا عنها وأكيد كلكم شفتوها. جمهور الزمالك طبعا لقى إن بزيرة فتح بث مباشر على تيك توك وقاعد بيلعب وقاعد بيتحدث مع الناس، فكل الجمهور طبعا دخل يكتب بزيرة كامباك كامباك. بزيرة بيرد عليهم في نفس الوقت وبيقول لهم نو كامباك، يعني مش هرجع تاني. فبصراحة يعني انا بصراحة كنت من محبين بزيرة، لكن بعد الواقعة دي وبعد اللي بيعمله والازمة اللي بيمر بيها نادي الزمالك، فبصراحة يعني بزيرة كده لاعب بصراحة يعني يتحط في القائمة السوداء. فنادي الزمالك بيحط الفيديو الخاص بلاعبه خوان بزيرة على التيك توك ضمن الملف بتاع الشكوى المقدمة ضد اللاعب. وكمان في تطورات ان محامي اللاعب او وسيط هيتدخل لعقد اجتماع بين اللاعب والنادي لحل الأزمة دي، وممكن بزيرة يرجع مصر لأنه نادي الزمالك اشترط على المحامي
او الوسيط انه لازم بزيرة يكون موجود يعني في الاجتماع. فلسه في كلام كتير هيحصل في القضية، ونادي الزمالك طبعا عارفين انه موقفه اقوى في القضية دي. ويعني كنا بصراحة يعني لاعب من كنا بنحبه بسبب اداؤه، ولكن اللي حصل ده بصراحة يعني مش حلو ومش كويس من لاعب زي بزيرة. وبس كده بتنتهي حلقتنا النهاردة. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، متنساش تدعمونا بلايك ومتابعة وتصلوا على النبي اهم حاجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.